السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة شيماء للمشغولات اليدوية. النهاردة إن شاء الله هنعمل شنطة بخيط الكليم، وهنستخدم فيها خيط كليم والإيد الخشب والمقص وإبرة مقاس 6.5 والمارك. هي فكرتها سهلة وبسيطة جدا. نبتدي مع بعض إن شاء الله. أنا هسيب كده متر من الخيط عشان أنضف بيه القاعدة، وهبتدي كده أعمل غرزة البداية، وهعد 16 غرزة سلسلة. ادي 1 2 3 انا كده بنات عملت 16 غرزة سلسلة. هسيب غرزة اللي هي دي الارتفاع، وهدخل في الغرزة دي اعمل غرزتين حشو، وبعد كده هعمل في كل غرزة غرزة حشو. بالشكل ده كده لحد ما اخلص السطر كله. جيت هنا لاخر السطر يا بنات، اخر غرزة هدخل اعمل فيها 3 غرز حشو. ادي 1 2 3. وهرجع تاني اكمل هنا فوق كل غرزة غرزة حشو. لحد ما اوصل للبداية. انا كده وصلت لاخر الغرزة اهي، هدخل اعمل فيها غرزة حشو، وهاجي في اول غرزة اشتغلتها هدخل في نصها كده، في نص الغرزة اعمل غرزتين حشو. ادي اول غرزة وادي تاني غرزة، يبقى انا كده عملت تزايد. انا همشي القاعدة كلها دوران. هعلم اول غرزة انا اشتغلتها، وفي تاني غرزة جنبها كده هدخل اعمل غرزتين حشو في نفس المكان. انا شغالة في نص الغرزة يا بنات كده، وفي الغرزة اللي جنبها برضو هدخل اعمل غرزتين حشو، اهو بالشكل ده كده. وفي كل غرزة هدخل جواها واعمل غرزة، بدخل في نص الغرزة. انا كده جيت للدوران بتاع القاعدة التاني. في الثلاث غرز هنا اللي عملتهم هعمل فوق كل غرزة غرزتين حشو. هدخل كده في نص الغرزة اعمل غرزتين، هعمل تزايد. وفي الغرزة اللي جنبها برضو هعمل غرزتين حشو. وادي اخر غرزة كده، وهرجع اكمل شغلي عادي لحد ما اوصل للبداية. بشتغل في نص الغرزة. اهو بالشكل ده كده يا بنات. كده وصلت لاخر الدور. هسيب الخيط كده، وهاجي هنا للخيط اللي انا سبته في القاعدة عشان انضف بيه القاعدة من تحت. هدخل كده وهسحب الخيط
بالشكل ده كده، وهدخل في الفتحة اللي جنبها واسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة كده، وفي الغرزة اللي جنبها هدخل واسحب برضو اهو بالشكل ده يا بنات. انا بدخل بين الغرز واسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة اهو. اهو كده بقى هرجع اكمل شغلي. هشيل المارك، وفي اول غرزة مكان العلامة هدخل اعمل برضو غرزتين حشو، وفي الغرزة اللي جنبها هدخل اعمل غرزة حشو واحدة، وفي اللي بعدها هعمل غرزتين، وفي اللي بعدها هعمل غرزة، وفي اللي بعدها هعمل غرزتين. وفي اول غرزة هنا انا عملت فيها تزايد، هرجع اعلمها تاني وهكمل بقية السطر كله غرز حشو ثابت لحد ما اوصل للدوران التاني. كده وصلت للدوران التاني يا بنات. هاجي في اول غرزة هعمل غرزتين حشو، وفي الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة، وفي الغرزة اللي بعدها غرزتين حشو، وفي الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، وفي الغرزة اللي بعدها غرزتين حشو. وبعد كده هكمل برضو بقية السطر غرز حشو ثابت. اهو بالشكل ده كده يا بنات. وهوصل هنا للمارك علشان ما اطولش عليكم الفيديو. هكمل برضو سطر تاني غرز حشو ثابت، في كل غرزة غرزة واحدة، مش هعمل هنا تزايد ولا هنا. همشي السطر اللي جاي ده كله غرز حشو ثابت. انا كده خلصت يا بنات اهو، وصلت للمارك هشيله. وهاجي هنا بقى هشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية، في الحلقة الخلفية كده، وهعمل غرزة حشو. انا هنا لما بدخل في الحلقة الخلفية بدخل كده وباخد الحلقة دي معايا من تحت علشان تبان معايا متماسكة. اهو بالشكل ده كده يا بنات لحد ما اوصل للبداية هنا كده اهو يا بنات. خلصت الدور. هاجي هشتغل ازاي؟ هاجي هنا في نص الغرزة هدخل اعمل غرزة حشو كده. انا هبتدي في ادوار الارتفاع دي كده، عملت غرزة حشو في منتصف الغرزة، والغرزة اللي جنبها هاجي في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو.
وفي الغرزة اللي بعدها في نص الغرزة هعمل غرزة حشو، وفي الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية، وفي اللي بعدها في نص الغرزة، وفي اللي بعدها في الحلقة الخلفية. هفضل ماشية غرزة كده وغرزة كده بالطريقة دي. هيبتدي الارتفاع بتاعي بتاع الشنطة. هنا اشتغلت في الحلقة الخلفية، يبقى هنا هدخل في نص الغرزة، في الغرزة اللي بعدها هنا في الحلقة الخلفية، وفي اللي بعدها في نص الغرزة، اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين كده ابتدى يبان معايا الارتفاع بتاع الشنطة. هفضل ماشية بالطريقة دي لحد ما اوصل للبداية. ادي يا بنات اهو شايفين مع الارتفاع ابتدت تبان معايا. هكمل شغلي. انا هنا في الغرزة دي كنت شغالة في الحلقة الخلفية، يبقى برضو هاجي فوقيها كده هشتغل في الحلقة الخلفية، وفي الغرزة اللي بعدها في نص الغرزة، وفي الغرزة اللي بعدها في الحلقة الخلفية، وفي اللي بعدها في نص الغرزة، وفي اللي بعدها كده. زي ما احنا ماشيين السطر اللي فات هنشتغل السطر ده. هفضل ماشية بالطريقة دي لحد ما ارتفاع الشنطة يبقى 20 سنتي معايا. هخلص وارجع لكم تاني. ادي كده يا بنات بعد ما وصلت للطول اللي انا عاوزاه. شايفين شكل الغرزة باين ازاي؟ هاجي هنا بقى كده في بداية السطر الجديد، هاجي في الحلقة الخلفية هدخل واعمل غرزة منزلقة، وفي الغرزة اللي جنبها برضو هدخل في الحلقة الخلفية واعمل غرزة منزلقة. هفضل ماشية بالطريقة دي. هاجي هنا كده في الحلقة الخلفية هدخل واسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة. اهو بالشكل ده كده. هاخد السطر ده والسطر اللي بعده بغرز المنزلقة. انا كده يا بنات بعد ما خلصت شايفين تنيت الشنطة نصين كده وعلمت مكان الايد واشتغلت غرز حشو على الايد عشان اجي اركبها كده. هوريكم عملتها ازاي. هجيب الايد التانية اهي معايا، وهجيب الخيط وهدخل كده وهسحب الخيط من اول فتحة واخد غرزة حشو، وهدخل في الفتحة اللي بعدها برضو اعمل غرزة حشو كده. والخيط ده برضو انا هشتغل عليه في الغرزة اللي بعدها هدخل واعمل غرزة حشو اهو بالشكل ده كده. هخلص الفتحات كلها بغرز الحشو. خلصت كده يا بنات هسحب الخيط زي ما انتوا شايفين كده على طول وهلضمه في ابرة التنظيف وهنضفه كده من تحت الغرز.
اهو بالشكل ده كده بنت. بعد ما خلصتها هثبتها كده عند العلامات، وهلضم الخيط بإبرة التنظيف، وهدخل كده من جوه الشنطة في اول فتحة عندي، وفي الفتحة اللي جنبها هدخل واثبت، وفي الفتحة اللي بعدها هطلع منها، وهفضل ماشية بالطريقة دي. اهي كده يا بنات بعد ما ثبتها هرجع تاني اقفل الفتحات اللي بين الغرز، هرجع تاني كده بين الفتحات هدخل الخيط علشان تخين. اهو شايفين يا بنات، هقفل كده وهركب الايد التانية بنفس الطريقة. وادي يا بنات شكلها بعد ما خلص. اتمنى يعجبكم شغلي، ولو عجبكم شغلي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.